السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. يا جماعة، اللي بيحصل دي حاجة غريبة جدا جدا. الناس كلها مستنية مباراة منتخب الجزائر أمام منتخب مصر والتحدي الخاص اللي دخلوا منتخب الجزائر أمام مسؤولي الإمارات. عارفين طبعا إن دولة الإمارات الشقيقة الجميلة هي تطبيع رسمي مع الكيان بشكل رسمي، الحكومات كلها واتفاقات رسمية مع الكيان. وشفنا منتخب الجزائر والدعم الجميل، الملحمة اللي عملوها في مباراة الجزائر والرأس الأخضر. كل نجوم منتخب الجزائر نزلت بالعلم الفلسطيني وبالكوفية الفلسطينية والوشاح الفلسطيني. كل المدرجات منتخب الجزائر هتفت ودوت سماء ملعب الشهيد حملاوي بهتاف الله أكبر فلسطين، الله أكبر فلسطين، فلسطين الشهداء. فطبعا الإمارات خايفة جدا من تكرار هذا المشهد في ملعب هزاع بن زايد اللي هتقام فيه مباراة الجزائر ومصر. هنا يعني أخبار رسمية بتشير أن الإمارات حذرت منتخب الجزائر بشكل رسمي، حذرت مسؤولي ومنظمي المباراة من دخول أي شعار لمنتخب أو فلسطين مع منتخب الجزائر، منع دخول أي ألوان فلسطينية مع منتخب الجزائر، منع دخول الأعلام في المدرجات منتخب الجزائر. وده طبعا عندنا في منتخب الجزائر اللي طبعا دايما مع فلسطين ظالمة أو مظلومة في أي مكان. فطبعا ده التحدي اللي هنشوف، هل هيستطيع منتخب الجزائر صنع المفاجأة في ملعب الإمارات، ولا هيكون مصيره زي مصير منتخب مصر اللي مقدرش حتى يرفع علم في المدرجات في مباراة الأخيرة مصر وزامبيا اللي أقيمت في الإمارات طبعا بأمر من الإمارات. هنشوف منتخب الجزائر هيقدر يعمل إيه. هل الإمارات هتقدر تمنع الأعلام؟ طب هل هي قادرة على كبح هتاف جماهير الجزائر في المدرجات؟ ده اللي هنشوفه. إذا كانت قادرة على منع الأعلام والوشاحات والكوفية، فأعتقد هي مش هتقدر تمنع حناجر العرب والمسلمين في المدرجات. هي لافتة بسيطة وممكن ما تعملش حاجة في القضية الفلسطينية، لكن هذه الأمور إعلاميا مهمة جدا، المساندة المعنوية والإعلامية، لأن العالم كله لما بيشوف صلاح ومحرز بينقل كل لقطة، بينقل كل كلمة، كل لقطة للنجوم العالمية بيكون لها تأثير. فإن شاء الله نشوف تأثير هذا في المباراة المقبلة. المباراة قوية جدا، منتخب الجزائر أمام منتخب مصر. إن شاء الله التوفيق للمنتخبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.